بص حضرتك، انت على الطريق السليم، الاسلام هو الطريق السليم، وامشي فيه وكمل وان شاء الله هتروح الجنه. انا ادعوك لهذا وهتاخد الطريق 70 السليم يا حريه. فندم، بص الطريق طيب، المستقيم للجنه، انا ادعوك لده. تترك عباده 3 آلهة بص بيكلموا بعض وهتاخد وانت 70 عارف ده حريه، كويس. وفي ابناء مخلدون مارسوا معاهم الجنس المثلي هناك، اهو ده وكل حاجه ادعاء تمام باطل التمام. منك، وادعاء زور منك يا قسيس يا اللي اسمك نصمي حنا، ان انت بتقول ان الولدان المخلدون بنعمل معاهم مش عارف ايه في الجنه، وانت عارف ان ده كلام باطل، مجرد اتهامات فارغه من واحد انت عارف ان انت بتقول كلام غير صحيح عشان تهرب اذا كان الله ذات واحده ولا 3، في حين ان انت افرض عندك زيت نص او كتابي زيت، بيقول افرض ما في وفتحت حاجه. رجليك لكل عابر. ده بالنسبه لك كلام ربنا الجميل قوي. يا سيدي انت مالكش دعوه مالكش دعوه بالكلام ده يا معاذ. عيب لما تقول وفتحت رجليك لكل عابر، النص الكتابي في سفر حزقيال، صح يا انت فندم؟ عارفه بيحكي ايه يا عم؟ انت عارفه بيحكي عليك، ولو عارفه بيحكي على بيحكي ايه؟ عليه ما كانش واحد قاعد الواحد يجي بيحكي يقول. على اورشليم اللي لا مؤاخذه كانت بتعبد الاصنام كتير او بتبعد عن عباده ربنا، فشبهها بايه؟ بواحده فاتحه رجلها بالله. وحضرتك انت ما تعرفش ان النص الادبي بيتكلم ازاي؟ ما تعرفش. النص الادبي بيقول ان هو يشبه واحده اورشليم اللي بتعبد اوثان بان هي واحده فاتحه رجلها وبتزني. بجد والله يا حضره ده كلام حلو، ده كلام جميل لما الاله يشبه اورشليم اللي بتعبد اوثان بالست اللي فاتحه رجلها، وبيقول كده بالحرف وفتحت رجليك لكل عابر.